السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال يا رب، ويعود عليكم يا رب الايام بخير. اهلا وسهلا بكل حبايبي، والله العظيم وحشتوني كتير كتير كتير. النهارده الروتين بقى، النهارده ايه؟ زي ما انا معوداكم، روتين بقى باجواء رمضان زي ما انا عايشة عليها طول السنة. انا عارفة ان انتوا زيي طبعا، كل القلوب النظيفة بتحب تملي تعيش في الايام الحلوة. روتين النهارده زي ما انتم شايفين، والوصفه دي سجلوها واحفظوها بقى لرمضان. وصفه تحفه تحفه تحفه. دي بقى قطع فراخ، يفضل تكون من اللي هي الوراك، يعني من الدبابيس. ماشي، بنحط هنا واحده زبادي، ومعلقه قرفه، ومعلقه جنزبيل، ونص معلقه فلفل اسود، وحبه كاتشب، وسنه بهارات فراخ، وبنقلبهم مع بعض حلو قوي، ونص ليمونه ومعلقه خل، وبتتبليهم قد ايه، ساعه او اتنين كده. وبنقطع معاهم مثلا بصل، نحط الملح بتاعنا، وبنقطع معاهم البصل والفلفل، نتبلهم برضو معاهم، نسيبها متبله كده حبه في التلاجة. بصي، بنحط الخضار معاه ليه؟ عشان برضو الخضار يتبل، ياخد من نفس التتبيله، ويبقى طعمه حلو. والله هتعجبكم جدا جدا الوصفه دي، يعني جربوها كده مش هتندموا عليها ابدا. ومعلقه بابريكا. بصوا، هنيجي هنا بقى ايه للرز. الرز البسمتي احنا كنا ايه نقعينه حوالي ربع ساعه كده، نقعينه في ميه ربع ساعه. هنا معانا فلفل اسود، ومعلقه 7 بهارات، ومعلقه بهارات كبسه. هسيب لكم كل البهارات دي في صندوق الوصف تحت، لو عايزه يعني ترجعي لها تعيدي عليها من تاني. ومكعبين مرقه دجاج، وكم فص حبهان، بس عدي بقى فصوص الحبهان وفصوص القرنفل. هحط كام فص قرنفل كده تعديه، عشان لما تيجي بعد كده بيغلي مع الرز، هتروحي انت مطلعاهم. بقلبهم حلو قوي مع بعض كده. وصفة سهلة جدا وسريعة، مش قادرة اقولك يعني ازاي. والله العظيم وصفة سهلة، ونتيجتها في الاخر تحفة. سجلها ان شاء الله تعمليها في رمضان، يا رب يعود عليكم الايام بخير، ويعود علينا يا رب رمضان واحنا في احسن حال. نحط بقى المية المغلية كده بتاعتنا. طبعا الرز البسمتي كل كوباية عليها كوباية ونص مية، برضه عشان يبقى ايه مفلفل. في ناس تقول لك كوبايتين مية، لا، هو كوباية رز بسمتي عليهم كوباية ونص مية، عشان برضه ما يبقاش سايح شوية. الرز البسمتي بقى حابب ان هو يبقى مفلفل شوية. وانا حاطه بقى كام واحده شطه اللي هو السوداني، دي بمزاجك انت بقى طبعا، عايزه تحطيها حطيها، مش عايزه تحطيها مش زي. وهنقفل كده بورق الالومنيوم، نقفل تقفيله حلوه عليه. نفتح كده فتحات فتحات، عشان كل الصوص اللي هينزل من الفراخ ينزل على الرز، هيدينا بقى طعم خرافي خرافي. نحط الشيش عليه بقى كده، نكون بقى مسخنين الفرن من قبليها. الفرن يبقى سخن جدا، ما بيكون سخن قوي كده دوقي بقى، اتفرجي بقى على هتلاقي بقى الفراخ دي طريه خالص. سخونيه الفرن الشديده بتخلي الفراخ ناشفه، يعني اتحمرت من بره بس طريه خالص من جوه، ما تشدش معاكي. وهنقفل عليها كده بورق الفويل، وهندخلها الفرن. بتقعد في الفرن حوالي، يعني قولي مثلا تلت ساعة بالكتير، تلت ساعة وتلاقي كل الدنيا تمام. بص الرز بقى طالع، مش قادرة اقول لكم على جماله وحلاوته. هنحط الفراخ عليه كده. والله العظيم الخضار ده، الخضار هتاكلوه قبل الفراخ.
اللي لسه معايا لغايه دلوقتي ما ينسانيش في الاشتراك واللايك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. بحبكم والله في الله، والله بحبكم في الله. كل اللي كتب لي تعليق حلو ربنا يجازيكي خير عليه. انت بتقولي انا بسعدك، لا والله انت اللي بتسعديني. ربنا يسعدكم يا رب ويفرح قلوبكم. بس هنحط بقى حته الفحم كده ونقطه زيت عليها او نقطه سمنه اللي عندك، وتروحي مقفله بالفويل، وهتدي بقى ريحه وطعم مش قادره اقولك على جماله. وبألف هنا وعافيه يا رب اللي يجربها. وصفه جميله وسهله، مفيش اسهل من كده، ما بتاخدش وقت وما بتاخدش مواعين. يعني اهم حاجه في الحكايه ان هي ما بتاخدش معايا مواعين، يعني الستات كلها يحبوها. اشوفكم الفيديو اللي جاي، حبايبي في الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.